لست تسمع في الملا إلا البشائر أو ترنم شادي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الإخوة والأخوات حول سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وبالتركيز حول الحسين رضي الله تعالى عنه. الحسين رضي الله تعالى عنه ذكرت قبل قليل كيف كانت نشأته، كيف كان وضعه عند الصحابة، كيف كان قدره عندهم. لما توفي معاوية أوصى بالخلافة لولده يزيد، وهذه أول مرة تحدث في الأمة الإسلامية أن الخليفة قبل أن يموت يأخذ البيعة لواحد بعده، وذلك أن الخلافة أصلا كانت مبنية على الشورى، يعني إما أن الخليفة يجعل مجموعة 8 7 يقول اختاروا من بين هؤلاء أحسن الناس، أو أنه يموت دون أن يوصي ويجتمع أهل الحل والعقد والعقلاء والحكماء والعلماء ويختارون أحدا. الذي فعله معاوية رضي الله عنه أنه أوصى إلى ابنه يزيد، فيعني كأن عددا من المسلمين لم يقبلوا ذلك، قالوا طيب فينا من هو خير من يزيد؟ فيه الحسين بن علي، فيه عبد الله بن الزبير، فيه عبد الله بن عمر، أعداد من الصحابة كانوا خيرا من يزيد بلا نقاش. طيب لماذا يا معاوية توصي إلى ولدك يزيد؟ هذه صارت ملك، لم تعد خلافة. فبدأ أهل الكوفة يراسلون الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، يراسلونه ويحاولون أن يخرج ويدعو لنفسه لأجل أن يكون هو الخليفة بدل يزيد. كثرت عليه المراسلات. الحسين أصلا لم يرضى أن يبايع يزيدا، كما أن عبد الله بن الزبير لم يرضى أن يبايع يزيدا، قال يا أخي نحن ما نوافق على أنك أنت الخليفة، المسألة بالقوة، يعني ما نوافق على ذلك. فكان يرسل يزيد إلى أمرائه ويحاول أن يأخذ البيعة من الحسين، ويأخذها من عبد الله بن الزبير ومن غيرهم ممن كان لم تطب نفسه بالبيعة، خاصة هؤلاء الرؤوس، يحاول أن يأخذها ليس بالقوة لكن في الحقيقة ما هو شبيه بالإلزام. الأسباب التي أدت إلى خروج الحسين وإلى توجهه إلى العراق إلى الكوفة أمور: أولا إرادة الله تعالى وقدره سبحانه وتعالى، وإذا قدر الله عز وجل الإنسان شيئا لا يستطيع العبد أن يرده عن نفسه. الأمر الثاني الاعتراض على خلافة يزيد، وأيضا ما جاءه من كتب ورسائل من أهل الكوفة، كل واحد يوقع ويكتب اسمه ويقول أنا معك يا ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان والي المدينة في ذلك الحين الوليد بن عتبة، أرسل إليه يزيد قال له خذ البيعة من الحسين بن علي خاصة ومن عبد الله بن الزبير. فلم يرضى الحسين بن علي بذلك، وخرج من المدينة حتى توجه إلى مكة، وذلك أن مكة لها وضع وقال الله سبحانه وتعالى أيضا عن مكة، قال ومن دخله كان آمنا، الحرم. وفي الحقيقة أن يزيد قد تسرع في طلب البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، لو أنه انتظر ترسل قليلا وجعل الأيام والأشهر تمر وحاول يكون علاقة طيبة معهما ونحو ذلك لكان أحسن. لكن مباشرة تتولى ثم تقول تعال بالقوة بايعني، ما كان حقيقة حلم معاوية رضي الله عنه وحكمته وعقله ما كانت عند يزيد، بإجماع المؤرخين الذين تكلموا عنهما. طبعا مرت الأيام والحسين بن علي تصل إليه هذه الرسائل، لا تزال تتتابع إليه. جاء إلى مكة في 3 من شعبان من سنة 60 للهجرة، ومكث فيها، وصارت الرسائل تأتي حتى كثرت عليه. يقولون أهل العراق تعال إلينا يا ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن ننصرك ونقف معك ونقاتل معك حتى تسقط خلافة يزيد وتكون الخلافة فيك وفي من يأتي من بعدك، من المسلمين. لا زالت هذه المراسلات حتى وصل الحسين بن علي إلى قناعة أن هؤلاء صادقون، وأنهم فعلا ينبغي لي أن أخرج، وعدالة يزيد نحن لا نقبلها، وأنه ليس كفءا للخلافة إلى غير ذلك. وهذا قدر الله سبحانه وتعالى ورأي الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. في 8 من ذي الحجة خرج الحسين رضي الله تعالى عنه متوجها إلى العراق، وكان لما عزم على أن يخرج أراد يتأكد من وضع أهل الكوفة، فأرسل مسلم ابن عقيل رضي الله تعالى عنه ابن عمه،
أرسله إلى هناك، فخرج مسلم بصحبة عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي وقيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبيد الله بن عبيد السلولي، ومعهما دليلان رجلان يدلاهما الطريق. والحسين لا يزال يتجهز الآن في 8 من ذي الحجة وما قبله، لكن في 8 من ذي الحجة خرج، لكن كان يتجهز قبل وأرسل مسلم. في طريقهم إلى العراق تاهوا وضاعوا في الصحراء وفنيت أزوادهم وماؤهم ومات أحد الدليلين. كان مسلم بن عقيل غير مطمئن للوضع، يعني هذه خلافة قائمة في الشام وعنده جيوش يزيد بن معاوية وعنده أمور، ونذهب نحن إلى قوم ليس معنا إلا كتبهم، وهم قد فعلوا بعض الأفاعيل بالحسن لما طعنوا في بعض المواقف، وقتل علي رضي الله تعالى عنه أيضا. فما كان مسلم حقيقة مقتنع. ولما مات هذا الدليل أيضا ضاق صدره وأرسل إلى الحسين يستعفيه، يقول يعني يا ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام دعني أرجع ونترك هذا الأمر. فأصر عليه الحسين رضي الله تعالى عنه إلا أن يذهب وإلا أن يواصل طريقه. مضى مسلم، وصل إلى هناك، نزل أولا عند المختار بن عبيد الثقفي، شعر أن الوضع غير مطمئن. نزل بعد ذلك عند رجل آخر هو هانئ بن عروة، وكان سيدا في قومه، سيد مراد، وكان له مقام كبير، يعني تقدر قبيلته ب4000 فارس و8000 راجل، وإذا اجتمعوا مع من يحالفونهم وصلوا إلى 20,000، فهو له مقامه. أيضا ما اطمأن الوضع فذهب عند مسلم بن عوسجة الأسدي، جعل يتنقل ويحاول أن يتأكد، يا جماعة أنتم فعلا تريدون الحسين بن علي أم لا يا أهل الكوفة؟ فأقبل إليه 12,000 كلهم يقولون نحن موافقون معك، خلي الحسين يأتي ونحن مباشرة نخرج معكم ونقاتل ونسقط خلافة يزيد بن معاوية، هذه الخلافة التي لم تنبني على مشورة المسلمين. عند ذلك لما رأى هؤلاء 12,000 تحمس مسلم بن عقيل وكتب إلى الحسين رسالة رضي الله تعالى عنه، قال أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، إن جميع أهل الكوفة معك، فأقبل حين تنظر في كتابي، أول ما يصلك كتابي هذا أقبل إلي، تعال، حيث العدد والعدة والقوة والرأي والناس الكثير الذين ينصرونك. وصلت إليه الرسالة الكتاب، تحمس الحسين الآن ليخرج، وذلك في أوائل ذي الحجة، في 8 ذي الحجة انطلق. لما تحمس أن يخرج بدأ يعد متاعه ويأخذ معه من تيسر من آل بيته، أخذ بعض إخوانه كما سيأتي معنا، وأخذ بعض أبناء أخيه الحسن وأبناء أخيه محمد بن علي الذي يسمى بابن الحنفية، وبعض إخوان مسلم بن عقيل، جعل يجمعهم معه. ما هي مواقف الصحابة بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحسين رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يخرج؟ أولهم محمد بن الحنفية وهو أخو الحسين، أقبل إليه قال يا أخي أنت أحب الناس إلي وأعزهم علي، ولست أذخر النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك، تنحى ببيعتك عن يزيد، ابتعد عن يزيد، لا تذهب إلى العراق تقترب من دمشق وديار الخلافة وتذهب إلى آل يزيد وإلى من يعاونونه، تنحى، ابعد ببيعتك عن يزيد، وعن الأمصار ما استطعت. يقول ابتعد وابعث رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك، خطة. يقول أنت تنحى واختفي وابعث رسلا يدعون الناس إليك، إذا وثقت أن لك أتباع في العراق وأتباع في الشام وأتباع في اليمن وأتباع في جزيرة العرب وأتباع في مصر، صار لك أتباع، عند ذلك أخرج إلى الناس وأتباعك معك. أما الآن مجرد رسائل جاءتك من الكوفة تخرج إليهم. هذا رأي محمد بن الحنفية. قال فإذا اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك، وإن نبت بك، يعني إذا ما الناس قبلوا منك هذه الدعوة لحقت بالرمال وشعف الجبال واختفيت من يزيد، ما في داعي يعني أن تخرج الآن دون أن يكون الأمر مجتمعا عليك. فالحسين شكره وجزاه خيرا وكذا، لكن لم يقبل منه، وقال له لعلك ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه، أنت خايف على أولادك الذين سيذهبون معي أن يقتلوا. فقال محمد وما حاجتي أن تصاب